السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اتمنى لو انت لسه اول مرة تتفرج على قناتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل، عشان كل فيديوهات وكل حاجة جديدة بعملها لكم توصلكوا اول باول على طول. انا عامله لكم النهارده اكله اطفالنا صغيرين كلهم بيحبوها، وحتى الكبار بيحبوها. ايه دوت؟ بانيه. انا النهارده هقول لكم على السر اللي هيخلي البانيه بتاعك من جوه مستوي وطعمه تحفه ومن بره مقرمش وناس كتير بيقولوا لي البانيه بنعمله بيفصل، يعني الطبقه الكفر اللي بره دوت بيفصل عن البانيه واحنا بنقليه. انا هقول لكم انا بعمله ازاي بيخلي شباب شايفين ما شاء الله من بره مقرمش ومن جوه مستوي. لا بجد طعمه كان حلو قوي. هقولكوا كمان على سر التتبيله. انا بعملها على طول للبانيه دي بصي ديت التتبيله معايا اساسيه. انا عملت ايه؟ جبت بصلايه وبشرتها، طماطميه وبشرتها، حطيت ملح وفلفل، 7 بهارات، بشر جوز الطيبه صغيره، معلقه زيت، معلقه خل. الخل دوت ليه؟ فايدته اللي هو بيخلي الانسجه بتاعه الصدور الفراخ تستوي معانا على طول. يعني اهم حاجه تحطيها معلقه الخل ديت، وطبعا علبه زبادي. انا كان عندي زبادي فين؟ في التلاجة. انت عارفه ان انا على طول بعمل زبادي بيتي، فقمت جايه مطلعه كوبايه من اللي عندي وحطيتها معاها. اهم حاجه الزبادي، ما عندكيش زبادي ممكن بديل بتاعه ايه، تحط نص كوبايه لبن. الزبادي برضو انتوا عارفين اللي هو بيخلي اللحمه معانا او الفراخ الانسجه بتاعتها تكون مستويه كده وبتطيب معانا على طول. التتبيله ديت عشان تاخدي تتبيله كويسه اقل حاجه ما تقلش عن ساعتين اتنين. يعني تعملي الصدور البانيه ديت وتحطها فيها اقل حاجه ساعتين اتنين. يا ريت بقى، واحلى بقى حاجه لما تبيتيها في التتبيله دي من لتاني يوم، هتاكلي فراخ دايبه من جوه والطعم تحفه. انما بقى الناس بقى اللي مثلا موظفين وشغالين ما عندهمش وقت، هي ممكن ديت اول ما تبداي تقطعي البانيه وتتبليه على ما تشوفي هتعملي ايه، وتخلي البانيه ده اخر حاجه تعمليها. انتوا شايفين اهوت صدور الفراخ الاول غسلتها الاول بملح وليمون وميه، وبعد كده ايه قمت جايه حطاها بقى ايه في زي ما انتوا شايفينها في التتبيله كده. بين كل رقه ورقه احطش ايه معلقه. شايفين انا بحاول اخلي كل حته صدر فرخه شاربه التتبيله كلها. يبقى التتبيله ايه زي تاني نقول لها معاكم؟ بصلايه مبشوره بالميه بتاعتها، يعني ما نصفيش الميه بتاعتها، لا بصلايه بحالها مبشوره، طماطميه مبشوره، ملح وفلفل، 7 بهارات، بشر جوز الطيب. عندك حبة حطي ورقة لورا برضو حطيها معاهم، برضو بتدي نكهة حلوة قوي. عندك حبهان مطحون يا سلام بقى، هيخلي الطعم ملوش حل. حب تحطي شوية كركم صغيرين حطي، انت زي ما انت عايزة. انا كان عندي ايه حتة صدر بانيه كده، سبتها زي ما هي، قلت انا هعملها ايه، هعملها كوردون بلو. انتوا عارفين الكوردون بلو دوت اصلا بيبقى طعمه حلو قوي كمان، وبيبقى طعمه مميز عن البانيه كمان. انا جبت المدق اللي عندي، مدق كده، مدق بتاع بفتيك، حطيت كيسه تحت وكيسه فوق، وقمت جايه ايه احاول بس ادق كده الانسجه بتاعته. انا مش بدق قوي ان انا اهري الصدر، لا، انا بس بحاول افتح له مسامات بسيطه خالص، وفي نفس الوقت افرد الصدر معايا. زي ما انتم شايفين اهوت. انا خلاص بقى سبت التتبيله كده مع نفسها، الصدر الفراخ البانيه مع نفسه يتبل، على ما اشوف بقى هعمل الطماطم، هعمل السلطه، هعمل رز، بس كده. زي ما انتم شايفين اهوت بقى انا بدأ بالراحه زي ما قلت لكم، عشان بس ما هريش الصدر بتاع البانيه. بس كده. انا كنت جايبه فرخه، هعملها على 3 وصفات. 3 وصفات ايه؟ وصفه هعملها البانيه زي ما انتم شايفين احنا هنعملها النهارده، ووصفه هعملها فراخ يعني الوراك في صينيه بطاطس، ووصفه تالتة هعملها اللي هي الجناحات بتاعه الفراخ مع الصدر اللي انا بدأته دوت كوردون بلو. شوفوا مفيش وصفه اقتصاديه اكتر من اللي انا بعملها لكم النهارده دي. الفراخ طبعا غاليه، انت عارفين الفراخ ما شاء الله الكيلو، اقل فرخه دلوقتي ب 200 جنيه. عشان تجيبي فرخه 2 كيلو وربع ولا حاجه تطلع لك صدر وتطلع لك وراك حلوه وكده. بس ما انتوا شايفين بقى حطيت برضو التتبيله ايه، حطيت اللي هو الصدر اللي انا هعمله كوردون بلو مع البانيه، يتبل مع نفسه بقى كده، تشرب التتبيله، وبعد كده نشوف بقى ايه هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين هو كان باقي شويه تتبيله، قلت اما احط فيهم ايه الجناحات بتاعه الفرخه. إيه زي ما انتوا شايفين جبت الجناحات كده قطعتها ومسكت السكينه كده بقى ايه، قعدت اعمل فيها فتحات صغيره كده عشان ما تستوي معايا وما يبقاش ايه مدممه ولا حاجه. وبس كده اقوم جايه حطاهم في كيسه وسايباهم بقى ايه، ما هحتاجهم فيهم بقى مزنوقه مش عارفه اعمل اكل ايه، هقوم جايه عاملاهم جنب شويه مكرونه كده وخلاص على كده.
وصدر الفراخ دوت هعمله كوردون بلو مع الجناحات، وتبقى طاقه كده ايه وخلصنا منها. زي ما انتم شايفين احنا مش لازم كل يوم بقى نعمل اكل بقى بكميات وكده، لا احنا ممكن نعمل يوم كده ايه، يوم حلو كده، اكله حلوه كده لنا ولعيالنا ولجوزنا وكده. ويوم بقى ايه، يوم بيشيل يوم. يعني الدنيا شايفين الدنيا غاليه ازاي، لازم نعمل يوم يشيل يوم. زي ما انتم شايفين الفراخ اهو، دي الوراك بقى انا قلت لكم عليها، قطعت الورك اتنين مع اللي هي الرقبه بتاعه الفرخه، مع الكبده والقوانص والرجول، دول سبتهم كلهم في ميه بملح بليمون، وسبتهم مع نفسهم ايه بقى ايه، مش هعينهم في التلاجة لاخر حاجه، عشان يكونوا اتغسلوا خالص وما يكونش فيهم ريحه زفره ولا في ريحه اي حاجه وحشه. زي ما انتم شايفين اهوت، بصوا الفرخه هعمل منها 3 وصفات اكل. قلت بقى ايه، اما اعمل شويه رز حبه وحبه. انا صراحه كنت عايزه اعمل مكرونه، بس لا، جوزي قال لي انا عايزه اكل رز حبه وحبه. قلت له بس كده حاضر من عيني. عملت بقى الرز اهوت، حطيت معلقه زيت ومعلقه سمنه، ونزلت عليهم بايه يعني بنص كوبايه رز كده. طبعا انا غاسله الرز الاول، اول ما احمر معانا نزلت ببقيه الرز وقعدت اقلب بقى كده، عشان تاكلي رز حبه وحبه يكون مفلفل معاكي. مفلفل يعني ايه؟ يعني يكون مفرفر كده ويكون مستوي في نفس الوقت. اهم حاجه التشويحه اللي انتوا شايفينها دي، ان انا اشوح الرز كده اقل حاجه ايه 10 دقايق كده. يعني هو يبقى النار قايده عليه تحت، وانا قاعده اقلب فيه كده واحط عليه الملح وشويه فلفل صغيرين واقلب فيه كده ايه، وعلى النار اللي شغاله. وبعد كده ازود الشوربه او الميه، هتاكلوا رز مفلفل مستوي حبايه من حبايه، وفي نفس الوقت الرزايه ما شاء الله مستويه. انا بحب الوصفه دي قوي، لان بعد ما هحط الرز واقلبه اخليه ايه اشوح فيه شويه كده. انا بوريكم الطريقه ديت عشان انا بنتي يعني يا ماما انا ما بعرفش اظبط الميه بتاعه الرز او الشوربه بتاعه الرز. وطب وكمان نادين بنت اختي، فانا قلت لهم بقى انا هعرفكم ازاي ايه تزودوا الميه بتاعه الرز. انتوا تحطوا المعلقه، وقفوا المعلقه ولغايه يعني اخر زيق في المعلقه زي ما انتم شايفين دوت. هو ده يبقى كده خلاص الميه او الشوربه بتاعه الرز متظبطه. وقوم جايه حاطه طبعا انت حطيت الملح وغطي، اول ما يتشرب معاكي كده تقوم جايه مقلبه وموطيه على النار، وشكرا كده هتاكلي طبق رز مفلفل معاكي ومستوي وطعمه حلو قوي. انا قلت بقى ايه، عشان يلا بقى نخش، كنت خلاص بقى عملت الرز وعملت السلطه كنت خلاص جهزتها. قلت بقى ايه نقلي البانيه، وحطيت بيضه، نص كوبايه لبن، شويه ملح صغيرين خالص لان الفيجيتار معانا بيبقى اصلا حادق وفيه التتبيله بتاعته. شويه ملح بقى برضو كمان ايه عشان الزفاره معانا، زفاره البيض. هقلبهم كويس قوي مع بعضهم. والطبق التاني حطيت 3 معالق دقيق ومعلقه نشا، كيس فيجيتار حار وكيس فيجيتار بارد. بس قلبتهم اهوت بقى مع بعض. فايدة الدقيق ايه؟ فايدة الدقيق اللي هو بيكتر الكمية معايا بتاعة الفيجيتار. انتوا عارفين كيس الفيجيتار بيبقى صغير مش هيطلع الكمية اللي انت عايزاها، وفي نفس الوقت بيخلي الكفر بتاع البانيه حلو قوي. معلقة النشا برضو بتخلي الطبق الكفر اللي بره بتاع البانيه مقرمش. لا جربوا التكة دي بجد هتعجبكم قوي. الزيت اهوت، اهم حاجة الزيت ما يكونش بارد عشان البانيه ما يفصلش معاكي. ما يفصلش يعني ايه؟ ان الكفر الخارجي دوت ما يفصلش. كذا حد قال لي انا الكفر بتاع البانيه بيفصل مش عارفه من ايه. اعملي نفس الطريقه اللي انا بقولك عليها ديت، نفس الخطوات، هتاكلي فراخ ما شاء الله الكفر بتاعها هيبقى يعني متماسك، وهي تبقى تتبيلتها حلوه قوي وطعمها من جوه مستوي وطعمها حلو. وانتوا شايفين اهوت، حطيتها الاول في البيض واللبن، وبعد كده حطيتها بقى ايه في الدقيق بالفيجيتار. بس كده، ونزلت عليها ايه في الزيت. الزيت لو بارد معاكي هتفصل. بس كده نعمل الكميه كلها، نحط في البيض واللبن، وبعد كده نحط فين في الدقيق بالفيجيتار. وزي ما انتم شايفين اهوت، انا بحاول ايه اطبطب على البانيه بالراحه كده، عشان ايه الكفر يمسك فيها. حابه كمان تعملي الكفر اكتر من كده، بعد ما عملتي كده تقوم جايه حطاه في البيض باللبن تاني، وترجعي تحطيه في الدقيق بالفيجيتار تاني. هيبقى الكفر ما شاء الله كبير خالص، يعني يبقى طبقه الكفر سميكه كده. وانتم شايفين اهوت، اول بقى ما خلصت حسيت اللي هو من تحت استوى وخد اللون، قلبته فيه. انتوا شايفين الكفر ما شاء الله متماسك ازاي. انا الفرخه انا بحب اجيب الفرخه، انا اللي بفصل، يعني انا اللي بطلع البانيه، وانا اللي بطلع الوراك، وانا اللي يعني ايه بخليها على ايدي. انا جربت ان انا اقول بتاعه الفراخ تخلي يعني تعمل لي البانيه، بتطلع لي البانيه تخين قوي، يعني بتخلي لي البانيه بس تبقى البانيه سميكه، الطبقه سميكه كده. انا ما بحبش البانيه يكون سميك او رفيع، او بيكون ايه محمل كده وسط. عشان كده انا بحب انا اخلي انا الفرخه بايدي.
شايفين لونه عامل ازاي؟ لونه تحفه، وكان لا طعمه حلو اوي. انا من الناس اصلا اللي بحب البانيه جدا. الرز اهوت، انا بقى اوريكم الرز ما شاء الله كان خلاص استوى، كنت هطفي عليه، وكان نزلت بقى بقيه الكميه كده ايه نقليها وخلاص. نسينا بقى نصلي على الرسول ونسمي بسم الله. هتلاقي ربنا بيديك الصحه والله وبيقويكي. الواحد بيبقى قايم يعمل الاكل اصلا هو ممكن مش قادر تعبان، بس اول ما بيسمي بسم الله بقى ويقف في المطبخ كده ربنا اللي بيعين سبحان الله. السلطه اللي انتوا شايفينها هي اهم حاجه، طبق السلطه لينا ولاطفالنا. انتوا عارفين السلطه مغذيه قد ايه. جبت قطعت طماطمايه وخيارايه قرن فلفل جزرايه مبشوره معلقه زيت زيتون بتخلي طعم. بس كده بقى زي ما انتوا شايفين السلطه بقى، شايفين طعمها عامل ازاي. خلاص كده احنا خلصنا الايه الاكله بتاعتنا. اتمنى بقى اللي لسه متابعني او اللي متابعني على طول ما يعني تكتبوا لي في التعليقات الاكل عجبتكم النهارده واستفدتوا ايه من الفيديو بتاع النهارده. بس كده، ايه رايكم بقى؟ شايفين الرز ما شاء الله طعمه عامل شكله عامل ازاي، مفرفر وحبايه من حبايه. خلاص كده خلاص غرفت الاكل. شايفين انا بوريكم الرز بقى وهو مبخر ما شاء الله، كان طعمه حلو قوي. كان عندي بقى شويه شيبس طلعتهم، وكان عندي كيس قمر الدين قمر الدين كيس تمر هندي قلت. بس كده دي كانت الاكله بتاعتنا النهارده. اتمنى يا رب تعجبكم، واتمنى تكونوا استفدتوا من الافكار اللي انا قلت لكم عليها في التتبيله والفكره اللي انا قلت لكم عليها في تشويحه الرز. بس ان شاء الله كده استناكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.